يعني ايه السي بي يو فيه كام كور؟ ويعني ايه كور اصلا؟ وليه كل ما بنتقدم ارقام الكور دي بتزيد شويه؟ يقول لك بدل 8 كور بين 10 كور بين 12 كور. سواء انت بتشتري موبايل او لابتوب جديد لازم تبقى فاهم الحاجه دي. يلا نبدا. قبل ما نبدا كده تعالى نفهم يعني ايه سي بي يو، عشان زمان كانوا بيقولوا ان السي بي يو ده هو الكيسه، لكن دي اشاعه طبعا. السي بي يو هي الشبايه اللي في المذر بورد دي، اللي هي السنترال بروسيسنج يونت، وهو المخ بتاع الكمبيوتر بتاعنا. اتفقنا؟ دي اول حاجه. ودلوقتي نسال السؤال المهم، ما هو الفارق بين السي بي يو والكور؟ خلينا نتفق ان الكور ده هو سي بي يو مصغر، اعتبره حاجه زي كده. وزمان ما كناش بنستعمل غير كور واحد او هو السي بي يو نفسه بس كده، ولكن دلوقتي بقى عندنا جوه السي بي يو نفسه كذا كور، ممكن يوصل ل8، ممكن يوصل لاكتر، ممكن يبقى فيه سيرفرات او اجهزه اسمها مين فريم توصل لاكتر بكتير. هما بيعملوا كده ليه؟ بيعملوا كده عشان يزودوا السرعه، صح؟ انت اكيد عارف المعلومه دي. طب ليه ما بيبقاش عندنا كذا سي بي يو جوه نفس المذر بورد؟ الحقيقه ان ده تفكير منطقي جدا وجميل، ولكن انت لو عملت كده هتخلق مسافه بين 2 سي بي يو، وهتخلق مع المسافه دي استهلاك لطاقه اكتر، وهتخلق مع المسافه دي بطء في التواصل او بطء في الكوميونيكيشن بين الاثنين سي بي يو، وكل ده اتحس ان هو ملوش لازمه، وبالتالي رسينا على ان هو هيبقى سي بي يو واحد وهنكتر الكورز. طب ازاي بنقيس سرعه الكورز؟ سرعه الكور بتتقاس بحاجه اسمها كلوك سبيد. الكلوك سبيد بتتقاس بوحدة قياس اسمها جيجا هرتز. فانت مثلا بتقول ان سرعة الكور دي 4 جيجا هرتز، ده مثال، وكل كور فيهم بيبقى ليه سرعته، وهنفهم ليه قدام. ركز معايا. هل الحاجة الوحيدة اللي بتتحكم في سرعة الكور هي كلوك سبيد؟ الحقيقة لا. الحقيقة كمان اللي في نفس أهمية سرعة الكلوك سبيد هي ازاي التاسكات بتتقسم على الكورز اللي موجودة جوه السي بي يو، ده في نفس الأهمية بالظبط، وده هيسرع وده كمان هيسرع. حلو، انت بتقول لي دلوقتي ان في حاجة اسمها كلوك سبيد، ايه اللي يمنع ان احنا نزود الكلوك سبيد دي فالسي بي يو الواحد ده يبقى أسرع بكتير وما نحتاجش نحط كذا كور؟ انت راجل محترم، انا بسقف لك لان دي فكره حلوه جدا، ولكن للاسف هي وصلت لحيطه سد. زمان في اوائل الالفينات بقينا بنقول على اوائل الالفينات زمان خلاص، كنا بنضطر نزود في كلوك سبيد عشان نسرع السي بي يو، ولكن وصلنا لحيطه سد، بقينا بنسرع السي بي يو بدأ يسخن، فالسخونه بتزيد واستهلاك الطاقه بيزيد، بقينا نستهلك باور اكتر، وفي نفس الوقت بقينا بنسخن السي بي يو. وطبعا السخونه ضد كل حاجه بتحصل جوه الكيسه بتاعتنا، كل حاجه خطر عليها السخونه، وبالتالي بدأنا نشوف اقتراح تاني وهو المالتيبل كورز، او ان احنا يبقى عندنا كذا كور جوه السي بي يو. طبعا زي ما انت عارف اكيد دلوقتي بقينا نوصل للابتوبس فيها 4 و8، وموبايلات برضو فيها كذا كور، ما بقيناش ماشيين بكور واحد حتى في الموبايلات. طب ايه هي الاستفاده اللي استفدناها لما زودنا الكورز بعيدا عن السرعه؟ او السرعه جت ازاي؟ السرعه جت ان انت لما زودت يا صديقي الكورز بقيت عارف تعمل شغلانتين في نفس الوقت، وركز على كلمه في نفس الوقت عشان دي هتفيدنا وهتوقعنا، ودي جزء من لخبطه ناس كتير قوي، صدقني حتى جوه كليه كمبيوتر ساينس كنا كلنا بنتلخبط فيها. فركز معايا، انا دلوقتي بقول لك ان الكورز الزياده خلتنا نعمل كذا شغلانه في نفس الوقت. طب ما الكمبيوتر بتاع زمان السي بي يو بتاع كور واحد ده كان بيخلينا نعمل نفس الحاجات دي عادي، صح ولا ايه؟ مش كنا بنعرف نعمل شغلانتين في نفس الوقت؟ كنا ممكن نفتح اغاني مثلا ونفتح لعبه، ولا ايه الاختلاف هنا؟ الاختلاف هي حاجه اسمها مالتي تاسكينج، والناحيه الثانيه حاجه اسمها باراليل بروسيسنج او كونكرنسي وباراليل بروسيسنج. خلي بالك، مالتي تاسكينج او كونكرنسي الاسمين دول بيطلقوا على نفس الحاجه، والناحيه الثانيه في حاجه اسمها باراليل بروسيسنج، او بالعربي كده تعدد المهام، والناحيه الثانيه ضد مين؟ المعالجه المتوازيه. هي تبان صعب انا عارف، والاسم يبان سواء بالانجلش ولا بالعربي يبان صعب ومجعلص. طب معناه ايه كده ببساطه ونسهل الدنيا ونفهم بقى يعني ايه مالتي تاسكينج ويعني ايه باراليل بروسيسنج؟ تخيل دلوقتي ان انت عندك كمبيوتر من ابو كور واحد من بتوع زمان دول، اللي هو السي بي يو ما فيهوش غير كور واحد، وقررنا نقول للكمبيوتر بتاعنا اعمل لي سكان لكل الفيروسز اللي على الجهاز ده دلوقتي، وبعد كده قلنا له برضه في نفس الوقت افتح لنا اللعبه الفلانيه. ده عبيط يعني، اعمل له كده ازاي؟ مش فاهم. هي حاجه واحده، هي يا عم الشغلانه السوداء. طيب ايه اللي بيحصل هنا؟ بيبدا الاوبريتنج سيستم بتاعك او نظام التشغيل بتاعك، الويندوز او الماك او اس او مهما كان لينكس او اي حاجه انت شغال عليها، بيفهم السي بي يو بتاعك مكون من ايه، وعرف ان هو فيه كور
واحد بيشتغل بطريقه، احنا بنتكلم على كور واحد بيشتغل بطريقه المالتي تاسكينج. طب بيشتغل بيها ازاي وبيحسسك ازاي ان كله بيحصل في نفس الوقت؟ هو بيبدا يقسم تاسكاته ويقول مثلا انا دلوقتي عندي ايه، ان انا اعمل سكان، ان انا افتح لعبه، وان انا اشغل اغنيه. مين هيتفتح قبل مين بناء على الاولويه. خلي بالك من الكلام ده عشان ده مهم جدا وصعب يتفهم. الاولويه لانهي تاسكايه، انهي تاسكايه فيهم تاخد وقت اقل واعرف انجزها بسرعه، هعرف اقسم من مين واطلع منه واروح على التاني، اسبلت او اقسم دلوقتي التاسكايه دي، احط نصها دلوقتي اخلصه واروح على التانيه بسرعه اعمله واشغله وبعد كده ارجع على الاولى. اعتبر نفسك في مطبخ بسهوله شديده. دلوقتي احنا في مطبخ وانت حضرتك عايز تعمل وجبه متكامله، فانت بتشوف ايه الحاجه اللي هتتحط على النار اطول مده وتبدا بيها. ليه؟ مش عشان بس اطول مده، لا هتريحني في الباقي. لما احطها على النار انا هعرف اشتغل في بقيه الحاجات وانا مركز. خلاص بقى ارتحت من دي، ركنتها على جنب. وده نفس طريقه الاوبريتنج سيستم في التفكير. هو بيشوف اللي هيقدر يركنه على جنب ويشغله ويشوف الباقي ويروح ويجي. فاهم الفكره؟ ده المالتي تاسكينج. ولكن يتهيأ لك، يديك ايحاء ان هو شغال في نفس الوقت. هل حصل في نفس الوقت؟ لا، المالتي تاسكينج ما بيحصلش في نفس الوقت. وده يجيبنا للمفهوم الثاني، الباراليل بروسيسنج. احنا دلوقتي كنا بنقول ان احنا عندنا كور واحد، لا دلوقتي بقى عندنا كذا كور. فانا دلوقتي بدل ما بقيت بني ادم واحد واقف في المطبخ، انا بقيت 2 أو 3. عرفت اقسم تاسكاتي بقى صح، عرفت اقسم الحاجات اللي انا هعملها. فواحد بدأ يعمل الفراخ ويحطها على النار، واحد تاني بدأ يقطع السلطة، واحد تاني قاعد بيعمل الشاي. عادي، بقسم براحتي. ولكن ده ما يديش الحق لنظام التشغيل او الاوبريتنج سيستم ان هو يبقى مسرف ويقعد يقول لي بقى ايه، طب حلو انا كده عندي مثلا 8 كور، انا هدي الواحد الاغنيه دي شغالها وهدي الواحد اللعبه دي شغالها، ويبدا يصرف ويخلص لي الكورز كلها في تاسكتين 3 هبل. ما بتبقاش بالطريقه دي طبعا. يعني حتى دي بيشوفوا ازاي نبقى اوبتمايزد، وفي كل كور من الكورز بنشتغل مالتي تاسكينج. يعني ده لا يساوي ده ولا بيتقارن بيه ولا هما مبدئين ضد بعض، ممكن يشتغلوا مع بعض عادي خالص. وخلي بالك ان انا ادي لمين انهي تاسكايه يشتغل في الكورس دي لوحدها دراسه. انا بشوف هل التاسك دي تنفع تتقسم على 2 كور ولا هتبوظ لي الدنيا، فاديها لكور واحد ولا اقسمها اديها ل2، زي ما انا ولا اتقسمت 2، ولا ادي التاسكايه دي هنا تشتغل وادي هنا حاجه تاني خالص تشتغل. وخلي بالك ان دي دراسه لوحدها ازاي اقسم التاسكات على الكورس. مش اي حاجه تنفع تتقسم ومش اي حاجه ينفع تشتغل على نفس الكور. ودي برضو نقطه مهمه جدا لازم تبقى عارفها. حلو، احنا عرفنا كده ان الكورس بتسرع الدنيا وبتشغلنا بارل. طب ما يلا بقى نزود كده الكورس. لا بص، هي مش زي البيبروني كده اللي احنا بنزوده على البيتزا، مش بتمشي بنفس الطريقه. خلي بالك حتى دي ليها كذا طريقه واركيتكتشر مختلف بيتعاملوا بيه. زمان ما كانش فيه غير طريقه واحده، اللي هي ان انا احط كذا كور زي ما انت كده متخيل ومفكر، نفس الكور بالظبط او نفس الشكل ونفس الاداء بينهم كلهم وخلاص ماشيه صح. هي دي فعلا اقدم طريقه. ولكن جت ابل غيرت الدنيا دي شويه وعملت اركيتكتشر معروف بحاجه اسمها بيج ليتل او performance efficiency. طيب الاركيتكتشر ده عباره عن ايه يا صديقي العزيز؟ بص يا سيدي، الاركيتكتشر ده بيقول لك ان انا هقسم الكورز بتاعتي لو هم 8 هقسمهم نصين. نص هسميه بتوع البرفورمانس الاقوياء الشداد جايبين بادي جاردز جامدين يهدوا جبال، والناحيه الثانيه 4 سيكي ميكي شويه يعملوا التاسكات الخفيفه. فكده انا عندي 4 شداد وعندي 4 على قدهم. ال4 الشداد دول يعملوا التاسكات العنيفه، عايز افتح جيم، عايز اعمل حاجه فيها بقى مونتاج، عايز اعمل حاجه فيها على حسب انت بتعمل ايه، كل ده يشتغل على الكورز الشديده. عايز بقى تشغلي اغنيه، تشغلي فيديو على اليوتيوب، تشغلي مش عارف ايه، الحاجات دي كلها تافهه تتعمل بالكورز اللي ما بتسحبش باور كتير. وعلشان كده في فرق. يبقى احنا كنا ممكن نحط كل الكورز شبه بعض، ولكن احنا قسمنا دي عشان ايه؟ عشان نوفر طاقة. مش كله يتعمل بنفس الكورز الشديدة اللي بتستهلك طاقة على طول كل الوقت. وطبعا زي ما انت تخيلت كده البيج او اللي هم البرفورمانس كورز دول الكلوك سبيد بتاعتهم اكيد اسرع من الليتل او من اللي هم اللي بيسموهم الافيشنسي. وتيجي بعد ابل انتل وتستخدم وتتبنى نفس الاركيتكتشر اللي بيستخدمه ابل.
اللي هي البيج ليتل او اللي هي البرفورمانس افيشنسي. وبعد كده تيجي AMD كمان اللي بدات تستخدم برضو نفس الاركتكتشر، رغم انها كانت من اللي بيستخدموا الاركتكتشر اللي هو كل الكورز زي بعض. ولكن برضو AMD مش عبيطه. AMD لما كانت بتعمل كل الكورز زي بعض كان عندها تكنولوجي معينه ازاي تقلل الكلوك سبيد وتوفر كهرباء وتوفر باور وتقلل الجهد اللي شغال على الكمبيوتر او الماشين او الموبايل. فهمت كل ده؟ انا مش عارف اقول لك ايه، انت عبقري. مش كل الناس صدقني بيفهموها، ولحد النهارده ناس في كمبيوتر ساينس بتتلخبط فيها. نخش على حته ارخم، حاجه بسيطه، امشي معايا، امشي معلش خطوه كمان معلش. عندنا حاجه تانية اسمها مالتي ثريدنج، ودي برضو بتلخبط شويه بين المالتي تاسكينج والباراليل بروسيسنج. طب ايه المالتي ثريدنج؟ ثريد يعني خيط، صح، بس خفيفه. تخيل معايا الكور اللي جوه السي بي يو، تخيل معايا ان الكور ده عباره عن خداديه على الكنبه، خداديه مخده سهله. الخداديه دي كلها خياطه، صح، وكلها خيوط باراليل متوازيه لبعض. انا بقول لك تخيل الرسمه معايا، مش لازم تكون ده شكلها الحقيقي. كل خيط من دول ينفع تشغل عليه حاجه لوحدها. فانا ممكن اقول للكمبيوتر بتاعي مثلا دلوقتي وانا بمنتج بعمل فيديو، قلت له ريندر الفيديو عقبال ما اتفرج على الحته دي في الاول. انا اديت له تاسكتين في نفس الابلكيشن مختلفين عن بعض. يروح قايل لي طب ثانيه يا معلم كده، انا هفتح ثريد في نفس الكور عادي، هفتح ثريد اعمل لك بيها الريندر وثريد تانية اشغلك بيها. وهو ده المالتي ثريدنج. ولكن المالتي ثريدنج يعتمد شويه على الابلكيشن اللي انت بتستعمله، هل بيسبورت ولا لا. فانا كبروجرامر، انا كمبرمج وانا بعمل الابلكيشن، هل عملت سبورت للمالتي ثريدنج ولا شغال كل حاجه على ثريد واحده؟ ولكن ده ما بيتعارضش مع الباراليل بروسيسنج والمالتي تاسكينج اللي هم مسؤوليه مين؟ مسؤوليه الاوبريتنج سيستم او نظام التشغيل، اللي هو مسؤول يعمل ايه؟ ينظم لك دنيتك، ينظم لك جدولك. رجل منظم ويشوف بقى انت طالب منه 10 حاجات، انا هعمل ايه قبل ايه، ما توجعش دماغي، انا عارف انا بعمل ايه كويس، ما تزنش عليا، انت اديتني 1 2 3 هقسمهم واعملهم لك كلهم. وبكده يا صديقي لو وصلت للدقيقه دي في الفيديو فانا بحييك جدا جدا على انك فهمت كل ده وواصل معايا لحد هنا. فدي صدقني انت فهمت كونسبت من الحاجات اللي بتلخبط بروجرامرز، فبرافو عليك وحيي نفسك على فهمك للموضوع الصعب ده. ده هيفيدك في ايه؟ هيفيدك وانت بتشتري لابتوب او موبايل وشفت السبيكس بتاعته ولقيت بيقول لك 12 ولا 10 ولا 80، انت فاهم يعني ايه مالتيبل كورز، فاهم يعني ايه كور واحد، فاهم يعني ايه سي بي يو ويعني ايه كور، ودي حاجه مهمه جدا جدا. فاهم يعني ايه باراليل بروسيسنج، فاهم يعني ايه مالتي تاسكينج او كونكرنسي، وفاهم يعني ايه مالتي ثريدنج. انا بحييك فعلا. بما اننا في الصيف بقى دخل علينا جامد وانا عارف ان انت هتسافر، فما تنساش تشوف الفيديو ده عشان تشوف انا ايه الجادجتس اللي بحطها في شنطتي. ولو لسه ما شفتش الفيديو بتاع الاختراع الستاند اللي ورايا فما تنساش تشوف الفيديو ده، واكيد اللايك والشير والسبسكرايب، واكيد كمان واشوفكم في فيديو جديد.